منتابعة ببيروت دخيل رموشك أنا. نهى معوض بضيافتنا بهالفقرة، والكل هالفترة باله بالمونديال، حتى نهى اليوم لدرجة مش قادرة. هلو نهى. يعني أحلى شيء بالكل اللي عم يطير رموش، لأنه جرماني لأنه ألمانيا. بدك حبيتيهم. بدك تشوفي أنا نازلة قبل شوي ماشية بالسوق، شفت لك نوع عم بعيد معرف طاطات، مين هيدا داخلكم اللي ماشية؟ عايش المونديال من هلا. عايش المونديال، بس كتير كتير مهضوم شو عاملة نهى. ثانك يو ثانك نهى يو. أهم يعني بداية بعرف يمكن هيدا الشيء هو لحاله بعالم المكياج، وبتعطيه كمان بالدورات اللي بتقومي فيهم. نعم اكيد بنمرقهم نحن وعم نعطي ميك اب العادي بدوراتنا، ان كان بالبرايفت وان كان بالسيمينارز. بس هيدا كتير مهم وحلو، وهيك بتحسي حالك عم تتسلي بذات الوقت اللي عم تشتغلي، واكيد له مواسمه ان كان على الهالوين او على المونديال مثل هلا. اكيد لازم يكون واحد عنده فن الرسم، بس في طرق كتير سهله تقدري تعمليها حتى لو انت ما بترسمي. رح اليوم هيك شوي علمهم كم شغله بيقدروا من مشي، يعني من اشياء كتير بسيطه وبايخه وحتى اسعارها رخيصه كتير، يقدروا يعملوا اشياء ويطلوا بطريقه اوريجينال يحضروا المونديال. حلو كتير. نهى، في كل الاشخاص فيهم يرسموا على وجههم ولا في اشخاص يمكن ما لازم يرسموا على وجههم؟ هلا اكيد في اشخاص ما بننصح انه يرسموا على وجههم لمده طويله، اللي هن الاشخاص اللي عندهم بروبلم ببشرتهم، يا اما بيعملوا تريتمنت عم يقشروا البشره، او هن عندهم بروبلم الاحمرار القوي ببشرتهم. يعني شو ما يحطوا بتحمر بشرتهم. البشره الحساسه كثير منهم مضطرين. نعم الحساسه على شفافهم ساعتها هون بيحطوا، او بيحطوا الرموش اللي انا حطيتها، او على ايدهم او على ايدهم مثل ما انت عامله، بس ما يحطوا هون على وجههم مثل ما عاده بيحطوا. وضروري اختيار انواع البينتينج، يعني كيف يختاروها، لان في كثير مواد انواع. صح، في انواع وفي مواد كمان يمكن تنصح فيها اكثر نقدر نحطها على الوجه، يعني غير بشره الوجه بتاثر كثير غير بشره الجسم. بشو بدنا نبلش نحكي اول شيء؟ كيف بنبلش؟ هلا اختيار نوعيه البينتور. لازم دائما تكون اكوا. انا بعمل الميك اب بالاكوا صحيح، بس مش لانه بعمل الميك اب بالاكوا عم بنصح، بس دائما كل شيء ارتستيك لازم يكون اكوا. اول شيء لكل انواع البشره. ما بيعملوا ارتستيك ميك اب لكل انواع البشرات، يعني لكل نوع بشره في له مثل بالميك اب العادي. لازم يكون اكوا هو. اكيد مش اويلي، لانه اذا اويلي بده يشط وما راح يضاين، بدهم يحطوا فوقه باودر ويرجعوا يثبتوا، فكتير كومبليكيتد. نهى بس بدي استفسر منك شغله، انت عاده الامر العادي بتحاوليه بتعمليه اكواريل، هون عم تحكي على الاكواريل اللي هن اكواريل اصلا ولا الطريقه انت اللي بتعتمديها؟ ليكي انا مثلا البرازيل هون حطيتها. على فكره انا مع البرازيل، وانا كمان ساشا. لقلك ليه؟ لانه جاليه اللبنانيه اكثر شيء موجوده طبعا بالبرازيل، كلبنانيه انا عم بحكي. زياده انه اولادي مع البرازيل، اكيد انا مع البرازيل. بس اليوم الجزائر كلنا مع الجزائر طبعا. هلا هون قلنا انه عملناه بالاكوا ميك اب العادي. الجزائر بالتحديد عملناها بالمكياج العادي، اشتغلته بالماء مثل ما اي شادو بحط بالماء. بس ما بيطلع اللون قوي، يعني انا قصدت فرجي الفرق. لكن لما يكون اكوا مثلا مثل هون فرنسا على ايدي، اذا بتشوفيها لما تكون اكوا الالوان بنقدر نعطيها قويه لما هي اصلا للارتستيك. انما لما هي للميك اب العادي ما بتطلع كتير قويه، لو حتى حطيتي لها مي او لو حتى ما حطيتي لها مي. كرمال هيك دائما لازم تكون اقوى لحتى الجزائر. وهون كمان بدي اذكر انه كلنا اكيد مع الجزائر، لانه هو البلد العربي الوحيد اللي مشترك في المونديال. طب بالنسبه للريشه كيف لازم تكون؟ بعرف انه في انواع كثير كمان من الريش. مزبوط. هلا الريش هن في اكيد قياسات، بس في شغله ما بينتبهوا للي مش مهنتهم هيدي الشغله، لما بدهم يشتروا بنسول الاشخاص العاديه اللي منهم رسامين هن وحابين يعملوا، لازم يجيبوها للي بتجي بريست، بتجي
بريسي يعني مطبقه على بعضها مش حره الريش. يعني بيجوا هن بريسي هيك بيقدروا لما يكونوا عم يرسموا بيرسموا بكل سهوله وبياخذوا اللون اكثر. وبيقدروا يعملوا تفاصيل دقيقه وزوايا معينه. يعني كيف انا مثلا اخترت الريشه للبريسي صغيره للحمره قدرت حطيت علم ايطاليا هون على شفافي. غير الريشه شو في اشياء لازم نستعملهم بس نكون عم نرسم هيك؟ ايه هلا بالريش مع الريش لازم دائما بين لون والثاني كمان لانه الناس اللي ما بتعرف رح تخربط. صح. لازم ننظف الريشه بين كل لون ولون، وهيدا كمان ملاحظه للي هن عم يعملوا ميك اب بيصيروا يخلطوا. صحيح. بدك الالوان نات بين كل لون ولون، بدك تغسلي الريشه بالمي فيك. اوكي. هذا بالنسبه للرموش اللي حطيتي للرموش هلا مش زعجينك مش تقال ما بعرف. لا مش تقال. قلت لك قبل شوي ساشا عرفتي كيف يعني ملزقتيهم على الرموش ولا فوق؟ عادي مثل ما بتركب الرموش العادي، بس هول هلا بيمرق صور بعد شوي صوره عن الرموش كيف لوناهم. اوكي. عادي الرموش بتشتريهم يا حمر يا يعني فيهم يكون على القليله لون الالوان اللي انت بدك اياها. مثلا انا رموش اذا بيقربوا الصوره بدلهم، هي هول اللي انا اشتريتهم حمر ماشي. أوكي. من المحلات اللي بيبيعوا اشياء هيك مهضومه للاولاد يعني وين ما كان بيلاقون. حطيت بالفاتر الاسود على كعب الرموش، بيقدروا يحطوا يا بالفاتر الاسود يا بالماسكارا شوي، يا بيقدروا حتى يستعملوا الفيرنيل اللي هو اللي بنحطه على الضفر شوي صغيره. وانا راس الرموش حطيت فيرني اصفر ذاته اللي بحطه على الفيرني يعني ما بيأثر على العين او شيء؟ لا لانه انا عم حطه على الرمشه اللي انا ركبتها مثل ما بركب رموش العادي. وعادي ركبتهم فوق رموشي يعني بكل سهوله. اخذوا 5 دقائق و5 دقائق ما بين ما لونت التقسيم اللي انا بدي اياه. حلو كثير. في اشخاص نهى بتحسي عم بيهتموا هلا عم يجوا يطلبوا منك انه يعني تعملي لهم بنتور على وجههم البلد يلي بيشجعوه. لا والحلو وين انه بس كون عم نحضر مباريات بتصيري تتفرجي على العالم شو راسمين على وجههم كيف عم بيشجعوا الفريق. يعني تخيلي في ناس بتعمل هيك عرفتي انه هلا بتعيشها يعني. هلا انا بما انه بيوتي كونسلتنت فدايما بحرص على انه اذا بدها تعمل ميك اب او اذا الشخص بده يعمل ميك اب حلو يعمل شيء ملفت ما يكون بيشبه الكل. كرمال هيك يعني حتى لو الوحده مثلا بس مع ايطاليا او بس مع البرازيل مع بلد واحد فيها تعمل شغلتين وثلاثه مش ضروري شغله بس تكون على البلد لحاله. طبعا ما حدا رح يكون هالقد مثلي عامل كل لا يعني للي منه عارف انه انا جاي اليوم وعندي ابيزود معكم بيقول هيدي مخشخشه هالمره. هي طلعوا فيك انت وماشي. طلعوا فيي وتضحكوا كثير واكيد مش رح اقعد افسر للكل بس مش مشكله. طالما عم نزرع مثل ما قلنا بسمه وضحكه على وجه الناس مش مشكله ما عندي بروبلم. كل ما بدك تكوني معصبه تذكري رموشي يمشي الحال. نهى بس في اشخاص هلا اجوا طلبوا منك انك تعملي لهم ترسمي لهم. في طلبوا مرقوا بنعمل لهم قصص هيك سلبي يعني بعد في كثير ايدياز اكثر من هولي. نعم طبعا. نعم في شيء جديد هلا عم تتحضري له في شيء سيمينار قريب كمان بتعطي كورسز او دروس خاصه بالمكياج الارتستيك. هلا مكياج الارتستيك بيمرق مرور الكرام بالميك اب سيمينارز بتعملوا لمحه صغيره يعني. مزبوط. اوريدي عملنا بجده وبعد رمضان اذا الله راد عنا بالرياض سيمينار عم نحضر له وبلشنا نسجل هيدي كمان للاشخاص اللي ناطرين امتى بلشنا نسجل للميك اب بيرمننت ميك اب سيمينار. بلشنا نسجل هلا بلبنان رح بتكون على عيد الاضحى وبلشوا التسجيلات وبطل في كثير مطارح من هلا يعني لاي معلومه يعني بيقدروا يفوتوا انستغرام فيسبوك بيج بيكتبوا اسمي مثل ما بيمرق الويب سايت على الشاشه زيت الاكريتور افري وير لاي سؤال. ميرسي نهى. ميرسي نهى اهلا وسهلا فيكي. شكرا ميرسي لكم. وشوفوا هالخبر اجى على القد يعني تقرير هلا لكل اللي بيشجعوا المانيا مثلي ما انتم ما بتشجعوا للبرازيل سافا. رح نشوف هالتقرير وهو تحويل ملعب لغرفه معيشه عملاقه بالمانيا. بنشوف التفاصيل بهالتقرير.
بعيداً عن التزاحم في أماكن الترفيه العامة أو ضيق الأماكن في المنازل، بات لسكان برلين المغرمين بكرة القدم متابعة مباريات كأس العالم في جو مغاير تماماً يوفر الجلوس على أرائك واسعة أمام شاشة تلفزيون عملاقة والتي تبلغ مساحتها 700 بوصة. وحول فريق يونيون برلين المنتمي لدورة الدرجة الثانية الألماني استاده إلى غرفة معيشة